واش لكم مبروكه دلونا مباركي يا سيدي هنا كل ما ترجم ان شاء الله باذن الله اكتنا سيدي ربي كل اي ترجم بايدي ترام اكتتافن والسنه دي مباركين السنه ايور رمضاني جايين ويورني بهرا استوثمان بركه مرحبا بكم غماسنا لابد ولا حتى تمدين البهري عزان وقت اللي انتي كل تمدينين سفوقلون تسمى سوا يراد كل تسمى سنتغار السنسة يقلاب الدولة حتى تمدين التشيرات ولا انت اللي قال المنبع الفن الفنانين انت اللي قال المنبع الثقافة انت اللي قال المنبع المعدنين ولا حتى انت تلقائيات غنبر المدينين اللي يسين السعر انتقافات والنساء امازيغ النغلان تنمير نوشي قال تنمير تطاس بركة مرحبا بيك انتي من سوي لهنا دوا في الكيب الراحت اذا الجامعه بشيراتي تنتبرك صغيرا وكبيرا بركه مرحبا بكم غصادقه امزورو باذن الله اللي غرا نفتتح الايامات الثقافيه اللي ريزريتي ناصي ربي يا مرسيسه غصاد غير كني التناين ملوش كاد هكا نظرين قراتنا لنا مبروك عواشركم صباح يزري صباح ان شاء الله وكان نواصل غيدي ديك الدم اختنا سيدي ربي يا مرسيس وكان نفتح المقارنه لابد اكيسي الحكمه يلي سوا سيدي ربي لابد دغن بيد يتسع تفاد انسلا ايوا والد سيدي ربي غدا بغيت نغل المقرئ عبد الصمد تفضل سيدي مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. كل سلام ذكرى كل لسان في الروح في الجسد هب فتى لب نداء في فمي ورد دمها وكسر الورى لإخوتي هيا للعلا سعيا ترشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. إذا الرغت جدي ولي وانت نمير فنون شيغان تنمير فنون أطاس تنمير فنون بهرة مقور نغم زوارة والتينير تنمير فنون ما يمزين ولا ما يمقور تنمير في المسؤولين انت مزيرتا تنمير في المسؤولين انت مدينة الشيرة ري غادي نغيان وواله جات دائما التفاؤل بالمحبة على خير اللي نقرات نغ كل ما ديكش من تمازيرتا سوخ الشانة تقيسير سيدي ربي جات تجمع تروان تمازيرت نغ المبدعين نغ اديت سنسورين فرحسيسنا لتيسنا امكراد نغينا مكاد غينا مون هو الدورنا جيبيا نغ اسيغ سيمغورنا غير ويلي ورقانين اي تمازيرت نغ لابد نقفوس غفوس الكم نغتلكم تيزي اللي تيخسوا ولاده تقيسنا انشبر غين قرات نغسيات المحبه الامان الدور نسجيل سميتا نضربون غ نكونين قانيت المبدعين اللي ندار نغ المسؤولين يشدان اللي ندار نغ المبدعين باه راهي خيرنين سرش نون المحبه نوني كل ما غير السعر نتمازيرت نسدي اللي غيلول تنمير نون بهره مقرقه يولي كل قدان ديال ورقاز بهري عزان التي ديت لي تايا ولي حنان الا ورقاز النيرسان الا القول نسي قدان اول مسورة كيسي التوري وراتي سندو دي غواد ولا غوان ربا ذاكرة الهيب تاني فاكت ورنكيد غواد دوان ولا سيسوتلنا ماشي تبعو كان بريد نس ارو كان كيسي كرزا فولكيد على خير هاتي الدغا صادقة ولا بد الدغ نسلا ايوا ولا نسلا يطرحي بنسا ما سنو بدود نتشيرا دمتي دي ولانا ردغ نسلا اي ورقاز عزان جلابيت نسي زكان طرز نسي قدان دوال نسي حنان تدي نسي حلان الله المسؤولين مرا كلو دقام زوج غير كرات هنا مازيرتنا صر الشنون العز النون المحبه النون السي ابراهيم الدموش رئيس جماعة الدشيرة الجهادية تفضل سيدي مشكورا هتديها توداها تواضعا جدا برك مرحبا بك اشكي دارنغ رك جاغني قبل السنة اركيك لاباس ينظر كتي الناس ربي مرسيس ولا حتى كل الشباب اللي ديت سيلان نساء ورجال الاعضاء اللي سنفتخر الشباب تبارك الله اللي سورين المحبة غيك اللي سننا مياد اسي خصك جيت نغيلي صغيرا وكبيرا نقا اي تمازيرت ولا ورت نقا يخصها الاخر كله نيسان ما ستقلديت نغتا مغربي كله تقايات وليني غبهرة نسي السعر الجيرة والنوك بهري في الكيس ابراهيم مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
في البداية أحيي وأرحب بالسيدات والسادة الكرام ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها السيد عامل عمالة إسكان أي فلول والأمن الوطني والوقاية المدني والقوات المساعدة وممثلي المصالح الخارجية. كما أحيي وأرحب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس العمائي للشارع الجهادية وممثلي الجسم الفني بالمدينة والمنابر الإعلامية التي تسهر على تغطية هذا الحدث الفني المتميز في نسخته الثانية. كما لا يفوتني أن أحيي وأرحب بالسادة أعضاء الإدارة الفنية والذين سيشرفون على تنظيم وتأطير هذه الدورة بشراكة مع جماعة الشارع الجهادية. أيها الحضور الكريم، بداية يشرفني أن أساهم بكلمة افتتاحية في هذا اللقاء الفني والثقافي الذي تحتضنه جماعة الشارع الجهادية في سياق تنزيل برنامجها الثقافي والفني والاجتماعي. وبهذه المناسبة تنظم جماعة الشارع الجهادية النسخة الثانية لأيام التشيرة الرمضانية للإبداع تحت شعار التشيرة فضاء إلهام للمبدعين، والذي يندرج في إطار رغبتنا في الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي والفني للمدينة، وذلك باستثمار هذا الأخير في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية وسياحية تعود بالنفع على الحياة العامة للساكنة، ونجعل منه أداة تواصلية فاعلة لتعزيز الحوار والتبادل الفكري والثقافي والحضاري بين مختلف الفئات على تنوع ثقافتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نهدف من خلال برنامج هذه الدورة إلى زرع الحس الإبداعي لشباب المدينة، وكذا إشراك الفعاليات الفنية والثقافية في مشروع فني مبني على استمرار الموروث المحلي وخلق فرص للمبدعين الشباب لإبراز مواهبهم وبصم مكان داخل المشهد الفني والثقافي بالمدينة. وفي نفس الإطار، وإيمانا منا بمقاصد وأهداف التنشيط الثقافي والفني وما له من أثر إيجابي على مستوى الإشعال والتدبير المحلي، يأتي انخراط جماعة الشارع الجهادية في تنظيم هذا الحدث الفني بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية الدورة السابقة، والتي خلفت أصداء حسنة لدى الرأي العام. وبهذه المناسبة أود أن أهني القائمين على تنظيم هذه الدورة السابقة، وعلى رأسهم السيدة فاطمة بن الفقيه نائبة الرئيس المكلفة بقطاع الثقافة والرياضة، السيد هشام أبو العباس رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والرياضية وموظف في المصلحة الثقافية. كما أود أن أشكر الفنان رشيد أسلال والطاقم الفني الذي يشتغل معه على حسن إشراف هذا الحدث الفني البارز. دورة هذه السنة ستعرف فقرات متميزة ستشكل إضافة نوعية، ومن أبرزها مسابقة تجويد القرآن لفائدة الفئة العمرية المتراوحة ما بين 10 إلى 25 سنة، وأنشطة أخرى ستلقي بحول الله استحسانا ساكنة المدينة وزوارها. ومن هذا المنطلق أدعو اللجنة المنظمة الحالية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم عروض ثقافية وفنية تستجيب للتطلعات. وفي ختام كلمتي لا يسعني سوى أن أتوجه بالشكر لجميع المتدخلين في مجلس جماعة وسلطات إقليمية ومحلية ومصالح خارجية واللجنة المنظمة، ولجميع الفعاليات الجمعوية بالمدينة، ونتمنى لفعاليات هذه الدورة كامل النجاح والتوفيق. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.